السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنساتي ستاتي، عاملين إيه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. وحابة أرحب بالمشتركين الجداد، إخواتي وأصحابي وحبايبي اللي انضموا للقناة مؤخرا. نورتوني وجودكم على راسي. طبعا كلنا زهقنا من اللحمة بكل مشتقاتها، فقلنا النهاردة إيه، نحرش الأكل شوية ونعمل إيه، فطير مشلتت. انا كنت عملته قبل كده بطريقة مختلفة على القناة، المرة دي عاملاه بطريقة برضو جديدة ما عملتهاش على القناة. يعني كل مرة كده هعمل طريقة مختلفة عن المرة اللي قبلها. انا جبت 2 كيلو دقيق وحطيت عليهم رشة ملح وبقلبهم كويس في الدقيق. طبعا انت لازم تكوني نخلة الدقيق كويس، لا تكون كده حاجة كده حاجة كده اهو، تبقى ايه على نظافة. دي بقى ايه، معلقتين 3 سكر، او انت ممكن تضيفي سكر زي ما انت عاوزة. وهقلبهم بقى ادوبهم في شويه ميه كده عشان خاطر ما يبقاش محبب في الدقيق. لو عندك ناعم حطي، بس انا اللي كان عندي السكر كان خشن يعني اللي متاح عندي، فانا ايه حبيت ادوبه الاول في شويه ميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ضفته بقى، وبعدين هفضل بقى احط الميه بق ببق كده، كوبايه بكوبايه، شويه بشويه، عشان خاطر اما اشوف نظام الدقيق اللي معايا ايه. عشان خاطر ممكن تدلقي المية كلها مرة واحدة فتعجن، فتحطي دقيق فترجعي تلف في نفس الدايرة المغلقة. لا ما لا نهاية يعني. فهفضل احط ايه، اسقسق كده لحد العجينة ما تلم معايا براحتها خالص. احنا عايزينها لا ملهلطة قوي، ولا لابسة قوي او ماسكة قوي او ناشفة قوي يعني. هفضل الم كده. وطبعا الناس زهقت بقى اللحمة والكبدة والحاجات دي كلها، فاحنا بدأنا بقى نزهق من اللحمة وكده، فقلنا ايه نغير بقى في الأكل وكده من عشان الناس ما تزهقش، واحنا في الصيف كمان. فالأكل ده بيبقى مستحب أوي في الصيف، مع بطيخ، مع أناناس، مع حاجات جبنة عسل. طبعا لازم تخدمي العجين خدمة تمام عشان خاطر يديكي نتيجة كويسة. انا لسه بلم في العجينة، هفضل الم فيها لحد ايدك ما تطلع منها زي المغسولة كده، تعرفي ان العجينة بدأت تلم معاكي كده، بدأت تلم معايا بس لسه ما خدتش حقها المظبوط. بدأت تلم وانا وراها هتروح فين يعني؟ يا هتتلم يعني هتتلم. خلاص كده اتلمت، وغطيناها ترتاح شوية نص ساعة. لما تسيب العجين يرتاح بيديكي نتيجة كويسة. دلوقتي انا رايحة اسيح السمنة البلدي. لو عندك سمنة بلدي، عندك زبدة فرن، عندك زبدة من اللي هي اسمها ايه، الحلوب، جميلة اوي، زبدة صفرة جميلة. هحط دلوقتي الزبدة وهحط عليها ايه، زيت، ويا دوبك هفكها على النار، هتفك بس مش هتتقدح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هسيحها اهو على النار، تسيح بس يا جماعة، تسيح يا بنات، تسيح بس. يعني ده ايه، تأكيد من لفظي عشان خاطر ما تتقدحش منك. خلاص كده فكت، فانا قمت مطفية النار وقتها، يا دوبك تفك بس مش اكتر. خلاص انا هكشف بقى وهبدأ بقى اقطع الفطير. هما جم معايا 4 فطيرات. ولادي اللي طلبوا الاكله دي النهارده بصراحه، وقالوا يوم عايزين ناكلوا فطار من ايدك، احنا ما كناهوش بقى لنا فتره. انا دهنت الصينيه زيت وبدأت اقطع عليها الفطير. دي اكله فلاحي من الدرجه الاولى اللي مصر طول عمرها مشهوره بيه، وبالذات الريف المصري.
اي نعم احنا مش فلاحين قوي، بس احنا برضو في مدينة، بس بنحب برضو الاكلات دي وبتهف علينا وبنحب ناكلها. شوفي عامل بابلز. العجينة لما ارتاحت عاملة بابلز، شوفي. فقاقيع. فقاقيع دي تقولك ان العجينة كده ارتاحت، اخر راحة. كده بدأت افرد. شايفة اما تبقى العجينة مرتاحة معاكي بتبقى عاملة ازاي؟ تجري معاكي، تجري، ما بتبقاش واقفة عاملة زي الاستيك كل ما تشدها ترجع. لا، مرتاحة خالص. شايفة؟ تريحك في الشغل مية مية، وتعرفي تشكليها بمنتهى الراحة والثبات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا جماعة اللايك، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واللايكات يا جماعة، اللايكات. اللايكات بترفع الفيديو عشان خاطر يوصل للناس كلها والكل يشوفه ويستفيد من الفيديو. اهو بدأ. شوفي العجينة مرتاحة ازاي، بتفرد معايا ما بترجعش. ان رجعت معاكي كده كل ما تمطيها ترجع، كل ما تفردها ترجع، تعرفي انها مش مرتاحة، ما خدتش راحتها كويس. انا قطعتها وسبتها نص ساعة ترتاح على ما اتوضيت وصليت، ولما عجنتها سبتها برضو ترتاح عشان اوصل للنتيجة اللي انا عاوزاها. زي ما انت شايفة. هبدأ بقى افرد بايدي. ممكن تفردي على زيت، ممكن تفردي على سمنة، ممكن تفردي على دقيق، براحتك. يعني هي في شتى الطرق. انا فردة هنا الفطير على كذا طريقة. حتى على دي تحتها رشة دقيق خفيفة، اللي بعدها ما حطيتش دقيق خالص، عشان خاطر يعني كل الطرق تبقى متاحة بالنسبة لك، والمتاحة واللي تريحك تعمليها. ثم المطبخ ده لعبتك، يعني المفروض تبقي داخله المطبخ ده مستمتعه باللي انت بتعمليه، ومش كيمياء هي على فكره. انت حتى لو اول مره تشوف الفيديو ده واول مره عاوز حبيت تجربي الفطير المشلتت، خش بقلب جامد، ما انتش داخله معركه يعني. اعملي وبوظي وجربي، ما كنتش تعملي وتبوظي وتجربي في حاجتك هتتعلمي فين؟ ولو بنوته صغيره علمي بنتك واقفه معاك في المطبخ. مهما كبرت ومهما اتعلمت ومهما وصلت لاعلى المناصب، هي هتبقى ست بيت برضو في الاخر. اهو شايفة. وتمدي ايدك تحت الفطيرة كده زي شايفة، وتفردي. ولو اتقطعت قطع مش مشكلة، هتتعالج برضو، مش مشكلة. وهبدأ بقى اضيف السمنة، وهبدأ بقى اطبق واطوي الفطيرة. هلمها وهسيبها ترتاح برضو فترة من الوقت، عشان اعرف برضو اما اجي افردها للسوى تبقى برضو مرتاحة واخدة راحتها. احنا كستات مصريات نحب نبقى مسيطرين في المطبخ كده، يا حلاوتنا كده واحنا مسيطرين. اه، ولا سحر ولا شعوذة ولا الشيف براك ولا الكلام الفاضي ده ما ياكلش معانا. احنا شغل فاخر من الاخر. يا جماعة لازم تدوا نفسكم دفعة للامام يا جدعان، احنا مش شوية يا جدعان. شايفة عاملة بابلز في النص، جميلة قوي. بسم الله ما شاء الله. اللايك يا شباب، اللايك بوليز. اهو بدأت اطوي. كده اليمين على الشمال والجناب كده يمين وشمال، وبعدين تلميها تاني وتحطها في الصينية بتاعت الخبيز. والله العظيم كان ما شاء الله طالع مورق وجميل وخفيف وجميل جميل ما شاء الله، وكانت ريحته في الفرن خطيرة.
والزبدة البلدي بقى عاملة شغل عالي عالي عالي. والله العظيم انا لو في ايدي اوصل لكل بيت واحدة فيكم فطيرة من اللي انا كنت عاملاها لما اديها لها. والف هنا وشفا على قلبكم، من كتر ما كان جميل وحلو حاجة تشرف كده. شايفة البابلز؟ شايفة عاملة فقاقيع هوائية. مم. يا مسهل، هما يا رجالي، يا مسهل الحال يا رب. هتتلم هتروح فين يعني؟ وراها وراها، يا انا يا هي. خلاص. ثم يا جماعة ننوعوا في الأكل، هو لازم كل يوم طبيخ؟ لازم كل يوم لحمة كل يوم سمك؟ ننوع. ادخلي المطبخ وكده وشمري ايديكي الاتنين وقولي بسم الله، وخشي بقى نوعي كده وفنني كده في مطبخك يا حاجة، وورينا كده الشطارة والحلاوة. خلاص كده انا لميتها، هفضل احطها بقى في صينية الخبيز بتاعتها ترتاح على ما اخلص بقية الفطير التاني. كده خلاص. وهبدأ بقى في الفطيرة التانية بنفس الطريقة، بس مش هحط لها دقيق، هفردها على زيت. اهو شايفين تلاقيها بتتزحلق قدامك كده، تجيبي من جوه من قلب الفطيرة على الحروف، عشان خاطر ما يبقاش قلبها تخين والحروف رفيعة، وتمدي ايدك شايفة من تحت وتقومي حطاها. ده كان شكلها متفرد. وده بقى بعد ما ارتاح، شايفة البابلز؟ شايفة البابلز دي بقى، دي بتقولك انا ارتحت كده وانتخت، وفرديني بقى عشان ادخل الفرن. اهو. وما تفرديش قوي، ما عشان خاطر البتاع ما ترقش منك وتتحرق، عشان الفطيرة ما ترقش وتتحرق. كده خلاص. تكتين على كل الحروف في الجناب، واخليها كده متساوية، واقوم مزقها بقى في الفرن. الفرن يكون سخن، الفرن يكون سخن يا بنات، عشان خاطر تستوي منك، ما تعملش ما تفضلش بقى ايه مبلطة كده بقى. ما شاء الله هتلاقيها داخلة عليه كده جميلة كده، وايه وقب عندك في الفرن هتبان دلوقتي. شايفة بدأت تقب اهي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شايفة بدأت تقب اهي في الفرن، وكان وشها زي ظهرها ما شاء الله، اللهم بارك، زي العسل. اهو شايفة القببان. لو ما قبتش منك كده في الفرن تعرف ان في حاجة غلط في الموضوع من الاول. بألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم حبايب قلبي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. دي بعد ما طلعت من الفرن، شايفة وشها زي ظهرها كله لون واحد. شايفة ريقها ازاي؟ شايفة التوريقة؟ شايفة طريقة ازاي؟ شايفة؟ بألف هنا وشفا يا رب. ما شاء الله اللهم بارك. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، وتكون حاجة مختلفة ونالت رضاكم يا رب. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة. باي.